بنت بتتحبس على جزيرة مع شاب مبيكونش طايقاه، لكنها بتكتشف حبه ليها وانه شهم وبينقذ حياتها اكتر من مرة. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. لينا تبقى البنت الوحيدة لدوريس، وعلشان كده بتخاف عليها جدا وبتسافر لينا، ودوريس بتكون معاها لكنها بتاخد كرسي تاني بعيد عنها علشان تبقى مستقلة بنفسها. لكن بيكون جنبها شاب وبيقعدوا يضايقوا بعض طول الرحلة، وبيكون اسمه جيمي. ولحظهم الطيارة بتقع في المحيط وبيكونوا من المفقودين، وبيلاقوا قارب نجاة بيركبوه، وبيكون في جيمي واخته يامر ولينا وشاب اسمه كويست. وبيوصلوا لجزيرة بتعرفهم لينا ان هي اتحطت في المواقف دي قبل كده وتقدر تساعدهم عادي وتبقى القائدة للمجموعة بتاعتهم. لكنها مع اول موقف بتقع في البحيرة وبتطلع بالديدان على جسمها وتقعد تصرخ ويبان ان هي كدابة. وبيستكشفوا الجزيرة وبيلاقوا كوخ مهجور، وبيشغلوا جهاز اللاسلكي اللي فيه وبيقدروا يوصلوا لابو جيمي، لكن الجهاز بيفصل منهم خالص بعدها. ولان لينا مناصرة للبيئة بترفض طريقة جيمي وكويست في صيد الاسماك بالديناميت، لانها بتكون الطريقة الوحيدة للصيد. وبتقرر هي تعيش على الفاكهة وتبعد عنهم وتاكل من شجر الغابة. وبيستكشفوا النص التاني للجزيرة، وبيكون في قبيلة بخطفة واحدة سائحة وبياكلوها، وبيهربوا بسرعة من المكان. وتاني يوم لينا بتقع في فخ من بتوع القبيلة دي، ولحسن حظها بيكون جيمي قريب منها وبيبعد عنها واحد من القبيلة اللي كان عايز ياخدها معاه. وتاني يوم بتشكره جدا وبيعرفها ان ابوه شغال في الانتربول، وان العصابة اللي كان بيطاردها قتلت امه، وانهم بيهربوا هو واخته وابوه بهويات مختلفة علشان خاطر يهربوا من العصابة دي، وان محطتهم اللي جاية رايحين بيها النرويج علشان خايف عليه هو ويامر. وفي الوقت ده بتتسحب شنطة لينا لنص البحر، وبتقرر تدخل وتجيبها، لكنها بتدوس على قنفذ البحر وبتتعور، وفي قرش بيقرب منها، لكن جيمي بيتدخل وبينقذها بسرعة وبيصطاد القرش وبيطلع، لكنه بيطلع بيبي شارك. فبتزعل عليه لينا جدا ده لانه ضد البيئة ان هو يصطاد قرش صغير. وفي الوقت ده بيلاحظ جيمي ان لينا وشها ورم وبسبب حساسية القنفذ، وما بيكونش في حل قدامه غير انه ياخدها للقبيلة، يمكن يلاقي عندهم مصل يعالجها بيه او انها هتموت لوحدها. وفي الطريق بتقعد تهلوس وبتعتذر له، ولما بيوصل للقبيلة بيلاقي السايحة ما ماتتش، وبتعرفه ان جوزها كان بيعالجها بس، وبتدي لينا علاج الحساسية. وبعد كده بتقعد مع جيمي وبتعرفه ان هي كانت جاية تدرس القبيلة كويس عن قرب، لكنها حبت قائد القبيلة وعاشت معاه واتجوزته. وبتديله تليفون لاسلكي علشان يكلم ابوه وبيعرفه فعلا مكانه. وفي الوقت ده بنكتشف ان ابوه على علاقة بام لينا، وبيكملوا اليوم مع القبيلة وبيدوا لينا مشروب بيدخنه، بتكون فاكرة علاج لكنها بتدوخ. وبتدخل بعدها مع جيمي في الكوخ، والصبح بتفتكر انها دخلت معاه في علاقة بالليل وانها اتسجلت على الكاميرا، لكنها لما بتطلع بره بتسمع كويست وجيمي تعرف ان هما متراهنين عليها. ولما بتلوموا بعدها بتكون وصلت امها وبتعرفها ان هي دلوقتي في علاقة مع ابو جيمي. ولما بتطلع لينا غرفتها بتلاقي الاكس بتاعها في غرفتها علشان يطمن عليها، وبحجة ان هو شاف خبر اختفائها على التلفزيون. وجيمي بيخبط عليها في الوقت ده وبيحاول يشرح لها ايه اللي حصل ما بينه وما بين كويست، لكنها بتعرفه ان البوي فريند بتاعها جوه وهو لازم يمشي دلوقتي. وبتفكر في خطة ان هي توهم جيمي وعيلته ان العصابة وصلت لهم ولازم يمشوا دلوقتي، وبتنجح خطتها فعلا. ولما بترجع تبص في كاميرتها اللي سجلت عليها كل حاجة بتعرف انه ما عملش معاها حاجه الليله دي، وانه لغى الرهان فعلا مع كويست صاحبه لانه معجب بيها. وبتقرر تعترف لامها بكل حاجه هي عملتها، وبتعتذر لها كمان. بتعرفها ان هم ممكن يلحقوهم على طياره النرويج اللي طالعين عليها كمان شويه قبل ما يهربوا ليها، وبيوصلوا لهم فعلا. وبتعتذر لهم لينا على اللي عملته معاهم، وكمان بتعرف جيمي ان اللي كان معاها ده الاكس بتاعها، وان هي سنجل دلوقتي ومعجبه بيه كمان. وبيرجعوا يقضوا الاجازه بتاعتهم زي ما كانوا مخططين مع بعض كعيله على الجزيرة. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، ومتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم من كل جديد.